نصيحة. لا تمت ولا تفارق هذه الحياة وأنت ما قدمت شيء للإسلام. لا تمت إلا ولك بصمة طيبة وأثر ظاهر. لا تمت أبدا على هامش الحياة. قدم أي شيء لدينك وأمتك، يعني ليكن لوجودك أثر ولغيبتك أثر. فالذي يعيش وهو يحمل يعني ماذا يقدم لدينه وأمته وكيف يجعل له بصمة وأثر طيب، يعيش والله كبير ويموت كبير. أما الذي يعني يعيش ولا أثر لحياته ولم يفكر ماذا يقدم لدينه وأمته، فهذا يعيش صغير ويموت صغير. كما يقول القائل: وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. لذلك فكر كثير، ماذا تستطيع أن تخدم دينك وأمتك؟ يعني والآن الحمد لله يعني مع توفر وسائل التواصل الاجتماعي يستطيع كل شخص من خلالها أن يقدم الكثير لدينه وأمته. فلا زلت أخي المبارك ويا أختي المباركة على قيد الحياة، ولا زالت الأبواب أمامك مفتوحة والطرق ممهدة والحمد لله. فاستثمر كل شيء لخدمة دينك، وإذا صدقت النية سيفتح لك والله أبواب وطرق يعني لم يخطر لك على بال. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الشرع منقصة ونقمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاؤه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة. فحسبك 5 يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. انتبه، لا تكن من الصنف الأخير من الهمج الرعاع والذي في إيجادهم لله حكمة.